نجمتنا نجمة من يومها، كلها دلع ونوسة، تحبها وهي بتقول أحبوش يا حاج. طبعا عرفتوها، النجمة أيتن عامر. تعالوا معايا نتعرف على قصة حياة أيتن عامر. اسمها الحقيقي سمر أحمد محمد عبد الغفار عامر. اتولدت في 22 نوفمبر 1986 في سيدي جابر، وبدأت أيتن التمثيل في 2004 في مسلسل ملح الأرض بعد ما اتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت أفلام كتير ناجحة زي رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، الليلة الكبيرة، يا تهدي يا تعدي. أفلام كتير ناجحة وجميلة. لكن بجد أيتن عامر مش عشان أخت الفنانة الكبيرة وفاء عامر اتشهرت، لأ، ده بمجهودها، وفعلا هي ممثلة ناجحة وشاطرة جدا. طبعا الفنانة الكبيرة وفاء عامر هي أختها، لكن كانوا بيطلعوا عليها إشاعة دايما إن هي بنتها، ولما شافوا مصدر الإشاعة عرفوا إن الفنانة آثار الحكيم هي اللي قالت كده. الفنانة أيتن عامر بينها وبين آثار الحكيم موقف صعب جدا، صعب إنها تنساه. هي حكته، قالت إن إحنا كنا في رمضان والمفروض عازمنا كل كرو علشان نفطر مع بعض، لكنها أول ما شافتها قالت له هي ما تقعدش معايا على ترابيزة واحدة، تفطر مع العمال وفريق الإعداد، لكن معايا أنا لأ. طبعا لسه فاكراها لها، وبتقول بيني وبينها مصانع الحداد بسبب الجملة اللي هي قالتها واحنا على الفطار، وروحت بيتي كنت زعلانة جدا جدا. وأيتن عملت مسلسلات كتير ناجحة زي الكبير قوي، والدالي، أحزان مريم، حضرة المتهم أبي، من أطلق الرصاص على هند علام، فرح العمدة، الزوجة الرابعة، السبع وصايا، البيوت أسرار، كتير. كل مسلسلاتها بصراحة كتيرة وناجحة. أما عن حياة أيتن عامر الشخصية فهي ما اتجوزتش غير مرة واحدة بس، وارتبطت بمدير التصوير محمد عز العرب، وبعد الخطوبة وفي نفس السنة تم الجواز في بيت أختها الكبيرة وفاء عامر وفي فيلتها زوجة المنتج الكبير محمد فوزي. لكنهم انفصلوا وبسبب خلافات كتيرة جدا، وتهجم عليها في فيلتها وحاول ان هو ياخد ولاده ويركبهم في عربية. هم مخلفين طفلين، أيتن ويوسف، وتم الطلاق بين أيتن ومحمد عز العرب بعد محاضر كتيرة ومشاكل وخلافات. يا أيتن يبعد عنك أي مشاكل وأي حاجة تعكر صفك، وطبعا علشان فنها وجمهورها وكل الناس اللي بتحبها، لأنها فعلا ممثلة ممتازة. المرة دي هنقول أخت الوز عوام، لأن فعلا هي والفنانة وفاء عامر أختين متميزين جدا في الأدب وفي الأخلاق وفي الرقي. لو وصلت لنهاية الفيديو اوعوا تنسوني في لايك واشتراك للقناة. ويا ترى ايه اكتر عمل حبتوه لأيتن عامر سواء مسلسل او فيلم؟ ما تنسونيش في الكومنتات. بشكركم جدا.